أخيرًا الحلقة المنتظرة اللي كان كله بيسألني عليها، وكله بيبعت لي إزاي أحسب سعراتي، وإزاي أحسب السعرات الموجودة في الأكل اللي إحنا بناكله. أخيرًا في الحلقة دي هاقول لك كل التفاصيل عن الموضوع ده، وكل التفاصيل اللي هتحتاجها عشان تحسب سعراتك اللي بتحرقها في اليوم، وتعرف سعرات الأكل اللي بتاكلها في يومك، وتوصل إنك تقدر تعمل لنفسك دايت بشكل احترافي. وهاقول لك كمان بكذا طريقة، هاقول لك على طريقة تعملها بالمعادلات، في ناس بتحب تستخدم الطريقة دي، واقول لك على طرق تاني تعملها على طول من غير اي معادلات ومواقع تساعدك في الموضوع بشكل اسهل. فكمل معايا الفيديو للاخر واوعدك هتطلع مستفيد. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت، ويلا بينا نبدا الحلقه. ليه لازم تحسب سعرات الاكل اللي بتاكله؟ وليه لازم لما تمشي على دايت تعرف السعرات اللي انت بتدخلها لجسمك قد ايه؟ علشان تمشي على دايت صح ومظبوط وتعمل نتائج قويه لازم تكون بتحسب سعراتك وسعرات الاكل اللي بتدخله لجسمك. طب ليه؟ ببساطه ينفع مثلا تدخل الجيم تلعب باوزان وانت مش عارف الاوزان اللي بتلعبها وتتمرن بيها دي وزن قد ايه ورقم الوزن كام؟ اكيد لا. نفس الفكره بالظبط، ينفع تمشي على دايت من غير ما تعرف السعرات اللي بتدخلها لجسمك قد ايه؟ نفس الفكرة بالظبط. وجسم الإنسان عامل بالظبط زي الموتور، وأي موتور بيحتاج بنزين أو طاقة عشان يشتغل. البنزين بتاعنا بقى هو الأكل، والطاقة بتاعتنا هي الأكل. جسمك بياخد الأكل اللي بياكله ده وبيعمل عليه عمليات حيوية بيخليه طاقة جسمك بيستخدمها. وكلمة كالوري أو سعرات حرارية ده مقياس الطاقة سواء اللي بتدخلها أو اللي بتحرقها. طيب فلو دخلت سعرات لجسمك أكتر من اللي أنت بتحرقها جسمك هيزيد في الوزن، ولو دخلت لجسمك سعرات نفس السعرات اللي أنت بتحرقها جسمك هيثبت في الوزن، ولو اديت لجسمك سعرات أقل من اللي أنت بتحرقها جسمك هيخسر وزن. ده الموضوع بشكل بسيط جدا. فتعالى بقى أقول لك وأفهمك إزاي تحسب سعراتك اللي بتحرقها وإزاي تحسب سعرات الأكل اللي بتاكله، وأطلعك فاهم كل حاجة من الحلقة دي. أول جزء وهو إزاي تحسب احتياج جسمك من السعرات. علشان نحسب الأول احتياج الجسم من السعرات لازم نحسب حاجة اسمها البي ام ار، البيزل ميتابوليك ريت، وهو معدل الحرق الأساسي. وده عدد السعرات اللي جسمك هيحرقها لو طول اليوم ما اتحركتش من على السرير، من اول ما تصحى لحد ما تنام ما عملتش اي مجهود. جسمك هيحرق البي ام ار ده عشان خاطر يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته زي مثلا التنفس والدوره الدمويه وهكذا. هقول لك الاول على معادلات تحسب بيها البي ام ار بتاعك عن طريق معادله ميفلين. المعادله دي في منها معدل الرجاله ومعدل البنات، هحطها لكم هنا تقدر تحسبها على نفسك بالبيانات بتاعتك. وهقول لكم برضو مثال عملي سريع. لو راجل وزنه 80 كيلو وطوله 175 سم وعنده 30 سنه، لو طبقت الارقام دي على المعادله هيديك تقريبا البي ام ار بتاعه 1748 سعره. طيب احنا كده جبنا البي ام ار، البيزل ميتابوليك ريت، ودي اول خطوه. وملحوظه كده على جنب، اوعى تقل بسعراتك اللي بتاكلها اقل من البي ام ار دي، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقات قبل كده. طيب وبعد كده بعد ما حسبنا البي ام ار، الخطوه اللي بعد كده هنحسب بعد كده توتال السعرات اللي بتحرقها في اليوم كله، اللي هو التي دي اي اي، التوتال ديلي انرجي اكسبندتشر. وهو ان احنا بنجيب البي ام ار وبنضربه في معدل النشاط. معدل النشاط ده بقى بيختلف من شخص للتاني، سواء انت مثلا كنت شغلك في اليوم طبيعه شغلك قاعد على مكتب مش بتتحرك، او مثلا في حركه خفيفه، او بتتمرن مثلا مرتين في الاسبوع بس، او 3 او 5 او 6. هحط لكم الارقام دي برده هنا على الشاشه، بحيث بعد ما تحسب البي ام ار بتاعك تضربه في معدل النشاط ده هيطلع لك معدل السعرات الكلي اللي بتحرقه في اليوم. يعني مثلا مثال الشخص اللي قلناه من شويه طلع البي ام ار بتاعه 1748. لو هو مثلا معدل النشاط بتاعه متوسط وبيتمرن مثلا في الاسبوع من 3 ل 5 مرات، هنضرب البي ام ار اللي طلعناه اللي هو 1748 سعره هنضربه في 1.55%، وكده هيطلع لك معدل السعرات الحراريه اللي بتحرقها في اليوم كله. ودي كده سعرات الثبات اللي جسمك بيحرقها. يعني لو دخلت لجسمك اكل سعراته نفس سعرات الثبات دي وزنك هيثبت، لو دخلت سعرات اكتر هتزيد في الوزن، او سعرات اقل هتقل في الوزن. وده الموضوع بشكل بسيط جدا. تعالى بقى اقول لك على ملحوظه مهمه يمكن محدش هيقولها لك قبل كده، وهي ان كل الارقام دي تقريبيه، مفيش حاجه بتبقى مظبوطه 100%. ممكن تجيب سعرات ثباتك دي وتحسب اكلك بحيث يكون نفس سعرات الثبات دي وتلاقي وزنك في الاخر بيزيد او بيقل، مش شرط يثبت. ليه؟ علشان الارقام دي كلها تقريبيه. طيب ايه احسن حل وازاي استخدم الموضوع ده في صالحي؟ اني عشان اتابع جسمي لازم اجرب واشوف استجابه جسمي للموضوع. يعني سي مثلا دخلت لجسمي 2200 سعره، اخد مثلا صور ومقاسات تاني بعد اسبوعين او 3، اشوف ال 2200 سعره دي عملت ايه في جسمي وجسمي استجاب ليها ازاي. هل وزني زاد شويه، هل وزني ثبت، هل وزني قل، وهكذا. واعدل في السعرات او اثبتها على حسب الهدف بتاعي والهدف اللي انا عاوز اوصله. والنقطه دي اهم بكتير قوي من اللي فات كله. ولو انت بقى مش بتحب جو المعادلات والحاجات دي، في طرق اسهل وابسط من كده بكتير.
هسيب لك لينك موقعين في صندوق الوصف تحت، تقدر تدخل عليهم وتكتب بياناتك، الوزن والسن والطول والحاجات دي، هيطلع لك ويحسب لك على طول هو البي ام ار ومعدل النشاط، وهيحسب لك كل السعرات في كام ثانيه بس. طيب دلوقتي احنا حسبنا السعرات اللي الجسم بيحتاجها، تحسب بقى ازاي سعرات الاكل اللي بتاكله والسعرات في الاكل اللي بتدخله لجسمك. طيب مبدئيا كل عنصر غذائي ليه عدد سعرات معين. جرام البروتين فيه 4 سعرات حراريه، جرام الكربوهيدرات او النشويات فيه برضو 4 سعرات، جرام الدهون فيه 9 سعرات حراريه. وخلي بالك من حاجه مغلوطه عند ناس كتيره جدا، في ناس كتير فاكره ان مثلا الفراخ بروتين، لو خدت مثلا 100 جرام فراخ كده هي خدت 100 جرام بروتين، كده في 4 يبقى 400 سعره حراريه. طبعا مفيش الكلام ده خالص. طيب تعالى اقول لك على طريقه سهله تحسب بيها. هتحمل ابلكيشن او تطبيق اسمه ماي فيتنس بال، وميزه التطبيق ده انه مش هيديك سعرات الاكل بس، لا ده كمان هيديك الماكروز الموجوده في كل الاكل، نسب البروتين والكارب والفات. والماكروز والحاجات دي مهمه جدا وبتفرق في الدايت بتاعك، الموضوع مش مجرد سعرات بس. وهحط لكم برضو امثله على سعرات معظم الاكل الشائع، وهحط لكم صور ليه هنا، زي مثلا 100 جرام رز بعد الطبخ فيه تقريبا 130 سعر حراري، و100 جرام صدور فراخ مشويه فيه تقريبا 165 سعر حراري وفيه 31 جرام بروتين، بيضه مسلوقه مثلا حجم متوسط فيها 65 سعره، 100 جرام جبنه قريش فيه 106 سعر حراري، وهكذا. وزي ما انا موريك هنا في الصور، كل اكل موجود فيه السعرات بتاعته والماكروز، الكارب والبروتين والفات الموجود في كل وجبه. وبكده انت عرفت تجيب السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها والسعرات الحراريه اللي موجوده في الاكل اللي بتاكله بطرق بسيطه جدا وبطريقه احترافيه. لو عجبك طريقه الشرح دي اكتب لنا في الكومنتات. ولو عاوز تسهل على نفسك بقى كل ده ومفيكش دماغ تقعد تحسب لنفسك وتشوف معدل النشاط والبي ام ار والاكل والحاجات دي، انا بسهل عليك كل ده من خلال خدمه التدريب الاونلاين معايا شخصيا. بوفر لك نظام غذائي محسوب السعرات بتاعه والماكروز والبروتين والكارب والفات قدامك بالصور، وكمان نظام تمرين شدته محسوبه عليك ومشروع بالفيديوهات والصور، وسيستم تدريب اونلاين كامل وابلكيشن، وطبعا المتابعه معايا انا شخصيا من خلال الواتساب. تقدر تسالني اي سؤال وبجاوبك على طول، مش بديك البرامج بسيبك مع نفسك. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبه في الكومنتات تحت، وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.